اتعرفت على صديق ليا من قريب. فالمهم لما اتعرفت عليه وقعدنا مع بعض وقعدنا نتكلم شوية مع بعض، فهو حكى لي عن قصة كده حصلت له في حياته من قيمة سنتين تلاتة. قال لي من قيمة سنتين تلاتة جاتت لي شغلانة حلوة في الإمارات، وأنا قررت إن أنا هسافر وأبعد عن أهلي وبيتي ومراتي وعيالي وهسافر. وقررت ساعتها وخططت ساعتها إن أنا مثلا أقعد في الإمارات 10 15 سنة، وإن أنا أحوش فيهم مبلغ، وكل سنة ولا كل شهر ولا كل فترة معينة أبعت المبلغ ده لأهل بيتي يحوشوه، يشتروا مثلا حتة أرض، يشتروا ذهب، يحوشوه يدخلوه في جمعيات، بحيث إن أنا لما أنزل أفتح مشروع، بحيث إن أنا أقعد 10 15 سنة في الإمارات، وبعد ما أنزل من الإمارات أبقى قاعد في البيت وآكل شارب نايم والفلوس بتدخل لي، أبقى بمعنى صح عايش في حرية مالية. قلت له تمام، حلو، فكرة حلوة، بس ايه اللي حصل بعدين انت ما خططت وسافرت؟ قال لي انا خططت وسافرت للكلام ده كله، وسافرت الامارات، ولما سافرت قعدت سنة والتانية والتالتة ومش شايف نتائج لأي تخطيط انا خططته قبل ما اسافر. فقررت بان انزل. قلت له ليه هتنزل؟ قال لي انا ما لقيتش نتائج بعد 3 سنين، ولقيت نفسي ان انا هناك في الامارات بتعب وطالع عين اهلي، وفي نفس الوقت بعيد عن اهلي، ومش عارف اشوفهم، ومش عارف ان انا اربي عيالي، مش عارف اشوف عيالي، مش عارف اقعد مع مراتي، مش عارف اقعد مع ابويا وامي، ومش عارف اقعد مع صحابي عامه. فبعيد عن اهلي وطلع ميتين اهلي في الشغل. وكده كده قلت لما اجي انزل البلد ده، انا لما اجي انزل مصر هتعب في الشغل، بس في نفس الوقت اكون جنب اهلي، جنب مراتي وعيالي، وعارف اربي عيالي، وجنب مراتي، وعارف اشوف ابويا، وعارف اشوف امي، وعارف اقعد مع صحابي على الاقل. قلت له لما انت نزلت ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لي انا بعد ما نزلت يعني لقيت ان التخطيط اللي انا خططته والتفكير وحرق الدماغ اللي انا كنت فيه في البدايه قبل ما اسافر الامارات، لقيت ان هو ما اتحققش. فلما هو حكى لي على القصه دي، لقيت مره واحده كده في لمبه كده نورت في دماغي، ان يعني مش كل التفكير ولا التخطيط اللي انت بتخططه لبكره ان هو على ارض الواقع هيحصل. لا، انت ممكن تلاقي التفكير والتخطيط اللي انت بتخططه لبكره، يعني الأغلبية إن هو ما يحصلش. ليه؟ علشان في حاجة اسمها تدبير ربنا ليك لحياتك. أنت لو عايز تفكر أو عايز تخطط يعني في حياتك، أنت المطلوب منك بإنك أنت تفكر. أنت النهاردة مطلوب منك تعمل إيه؟ تفكر في النهاردة بس، ما تفكرش في بكرة. انت تفكر في النهاردة علشان تقدر تحسن بكرة. طب افرض بكرة ما تحسنش، يبقى خلاص انا ما زعلانش، انا مش محروق دمي، انا مش محبط ولا عندي خيبة امل بالتفكير بتاع بكرة. ليه؟ علشان انا ما فكرتش لبكرة اصلا. فانا لما اجي افكر في النهاردة، فانا مثلا مطلوب مني النهاردة 1 و2 و3، فانا لازم النهاردة قبل ما انام اعمل 1 و2 و3. طب افرض عملت 2، افرض عملت واحدة، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة بانك انت تستمر كل يوم بانك انت تنجز المهام بتاعتك، حتى تنجز اقل حاجه، اكبر حاجه بانك انت تنجز اكبر حاجه من المهام بتاعتك، حتى لو انت تعبان او مش في المود بانك انت تنجز المهام بتاعتك برضو. تنجز القليل كتير، المهم بانك انت تكون مستمر، والمهم والاكتر بانك انت ما تفكرش في بكره. علشان انت لو فكرت في بكره وجاء عليك بكره ولقيت نفسك بانك انت النتائج والتفكير اللي انت كنت عمال تفكر فيه ما تحققش، فانت بالتالي ما تعيش في خيبة امل، ولا ما تخشش بقى في المود الحزين والاكتئاب وان الدنيا جاية عليا والظروف وي وي وي. لا، هي يعني بلاش تتزود تعب على نفسك. وغير كده سيب تدبير ربنا ليك. انت ممكن تكون مثلا، يعني صاحبي ده لما حكى لي على قصته ده، يعني ممكن يكون شايف ان تدبير ربنا ليه يعني وحش في حياته، مع ان ربنا ما بيجيبش وحش حاشا لله، بس هو ممكن يكون شايف كده. بس ممكن مع مرور الايام ومع الزمن، مع ان هو هيكبر في السن، مع ان هو عقله هينضج وتفكيره هيتغير ويعني وهيفهم حاجات في الحياة اكتر واكتر، ممكن يفهم ساعتها ان تدبير ربنا ليه هو اللي كان احسن ليه. هو ممكن كان مثلا سافر الامارات وعمل فلوس وعمل كذا وكذا وكذا، بس ممكن مثلا عياله كانوا مثلا طلعوا مثلا عيال شمامين، عيال كذا، يعني مراته مثلا لا قدر الله مشيت في الشمال، حاجة حصلت، يعني تدبير ربنا ليه كان هو الصح. بس هو ممكن يكون مش مستوعب ده دلوقتي، وممكن كمان ما يستوعبش ده لحد ما يموت.
بس خليك عارف ومتأكد ان التخطيط، لو انت عايز تخطط ولا تفكر في النهاردة وترسم جدول للنهاردة. والنهاردة مطلوب منك بانك انت تنجز اكبر قدر ممكن من المهام اللي انت حطيتها في الجدول. بس لو هتفكر في بكرة، فنصيحة مني ليك ما تعملش كده. ليه؟ علشان ما تزودش التعب فوق التعب اللي انت شايله. انا وانت واللي اكبر مننا واللي اصغر مننا، يعني كلنا شايفين تعب في حياتنا، مهما كان التعب ده تافه ولا كبير، كلنا شايفين تعب. فانت ما تجيش تزود تعب على تعب، فحاول ترحم نفسك بنفسك. فكر في النهارده وملكش دعوه ببكره، وسيب تدبير ربنا ليك يفاجئك. ممكن تدبير ربنا ليك يكون حاجه تفاجئك وانت كنت ما متوقعهاش اصلا، فساعتها تتفاجئ، وساعتها انت ربنا يرزقك بالسعاده اللي انت اصلا اللي انت كنت ما توقعتهاش. ودي نصيحتي ليك. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.